إليكم أهم أخبار نادي الزمالك. مباراة الزمالك في الكونفدرالية، وكمان مباراة الزمالك والمصري، وكمان إيقاف القيد، وكمان أخبار عن شركة الكورة، وكل التفاصيل دي هنعرفها مع بعض في هذا الفيديو. نادي الزمالك استلم خطاب رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بأن مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري اللي هتقام في الجزائر هتكون يوم 10. وكمان نادي الزمالك أرسل خطاب لجنة المسابقات بيطالب بتقديم ميعاد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز، نظرا ان المباراة هتقام يوم 6 ومباراة شباب بلوزداد هتكون يوم 10 وفي سفر. فنادي الزمالك أرسل خطاب بيطالب بتأجيل موعد المباراة، وبالفعل النهارده لجنة المسابقات وافقت على تقديم ميعاد مباراة الزمالك والمصري. المباراة هتقام يوم 5 إبريل بدل يوم 6 إبريل. ده بالنسبة لمباراة الزمالك والمصري ومباراة الزمالك وشباب بلوزداد. أهم حاجة بقى خبر يفرح جمهور نادي الزمالك. طبعا كل جمهور الزمالك بيسأل إيقاف القيد إيه أخباره؟ هل هيتم فتح إيقاف القيد ولا مش هيتم فتح إيقاف القيد؟ طب الرخصة الأفريقية هيكون إيه مصيرها؟ هكلمك بالتفاصيل عن أهم الأخبار في الرخصة الدولية وكمان إيقاف القيد. بالنسبة للرخصة الدولية، الرخصة الدولية ميعادها من يوم 31 مارس حتى نهاية شهر مايو، يعني نادي الزمالك معاه شهرين يقدر يحل فيها أزمة إيقاف القيد عشان يحصل على الرخصة الدولية. طيب بالنسبة لإيقاف القيد، نادي الزمالك هيعمل إيه لإيقاف القيد؟ هقول لك إيه اللي هيتم بالظبط في إيقاف القيد. الأستاذ ممدوح عباس وعد إدارة نادي الزمالك بحل أزمة إيقاف القيد. يعني إيه؟ يعني ممدوح عباس هيتكفل بكل مديونيات إيقاف القيد اللي موجودة ال 14، وكمان في 2 لسه هيجوا على نادي الزمالك، عمر فرج وكمان بارون أوشن. طب هل ممدوح عباس هيدي الملايين دي كلها لنادي الزمالك كده؟ لا، ممدوح عباس هيمنح نادي الزمالك قرض حسن بقيمة المديونية، يعني قرض لنادي الزمالك. طب نادي الزمالك قدر ان هو يوصل لنهائي الكونفدرالية ويحصل على البطولة بإذن الله. من فلوس الكونفدرالية نادي الزمالك هيسدد الديون لمين؟ لممدوح عباس. ده بالنسبة لممدوح عباس والقيد. طب بالنسبة للفلوس اللي هتخش خزينة نادي الزمالك، نادي الزمالك قدامه اسبوعين ويبتدي الاعلان الرسمي عن شركة الكورة. مستثمر سعودي هيكون موجود في شركة الكورة، يعني كلها اسبوعين 3 او شهر بالكتير وهيتم حل كل ازمات نادي الزمالك. ان شاء الله القادم هيكون افضل لنادي الزمالك.